السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. كنا قبل كده عملنا فيديو عن حل مشكلة الكتابة بالصوت في أجهزة سامسونج. طبعا في ناس كتيرة ما بتحبش تكتب، بتحب تستخدم الإدخال الصوتي. كانت ميزة حلوة جدا موجودة في أندرويد 13 و14. سامسونج اما نزلت أندرويد 15 شالت الميزة من الأجهزة اللي هي المتوسطة. أصبحت مشكلة. انا بقى اما حدثت اندرويد 16 لقيت الميزه ممكن نفعلها في اندرويد 16، وجدتها فعلا بالصدفه. تعالوا اقول لكم هنفعلها ازاي. هندخل كده على الضبط، وبعد كده هنخش كده في البحث بتاع الضبط، وهنكتب لوحة المفاتيح، وهنختار تالت اختيار وهي لوحة مفاتيح سامسونج. وبعد كده هننزل كده لغاية ما نلاقي هنا ايه حاجة اسمها الادخال الصوتي. هندخل على الادخال الصوتي. طبعا هنختار ادخال الكتابة بالصوت باستخدام جوجل، لان سامسونج في بعض الاحيان مش بيبقى داعم اللغة العربية، بس هو مدعوم حاليا. بس خلينا في الكتابة بالصوت باستخدام جوجل. هنفعلها ازاي بقى؟ هنلاقي كده عندنا في اختيار اللي هو رابع حاجة، استخدام الزر الجانبي لإدخال الصوت، اللي هو الزر بتاع لما تيجي تقفل الموبايل، زر الباور يعني. هنفعل الاختيار ده. بيقول لك بقى استخدام الزر الجانبي لإدخال الصوت عندما تكون لوحة المفاتيح مفتوحة سيؤدي الضغط على الزر الجانبي إلى التبديل إلى الإدخال الصوتي. يعني وأنت بتكتب، سواء بتكتب على الفيس أو بتكتب على انستجرام على أي حاجة، لو أنت ضغطت دوسة كده طويلة، مش دوسة واحدة واحدة، هيقفل الجهاز، تمام، هيقفل الشاشة. ولكن لو ضغطت دوسة طويلة كده ثانيتين تلاتة، هيدخلك على الادخال الصوتي. تعال كده نجرب مع بعض. تمام كده، نرجع بقى، خلاص احنا فعلنا الزرار ده اللي احنا قلنا عليه. تمام كده، نفتح كده الفيس بتاعنا وندخل كده بما تفكر. تمام، وهنضغط كده بما تفكر كده. لوحة المفاتيح هي شغالة معانا. زمان في اندرويد 13 كنا بنلاقي الميكروفون عندنا، نضغط على الميكروفون يبدأ يحول الصوت بتاعنا الى كتابة. الوقت طبعا مش موجود، زي ما قلت لكم هنفعله في اندرويد 16. هنضغط بقى على زر الباور دوسة طويلة كده. دخل لي بقى على محرك الكلام من جوجل. ابدا اقول اللي انا عايزه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وابدا اكتب زي ما انا عايز بسهولة وبسرعة. فالناس كده تجرب ويكتبوا لي في التعليقات هل الطريقة نفعت معاكم. طريقة حلوة جدا وجميلة جدا. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. انا بصراحة بعد تحديث 15 و14 او 15 ما كانش الميزه موجوده، الميزه ما كانتش موجوده، فكانت الكتابه بتبقى بصعوبه. زي ما انتم شايفين كده بقى الموضوع سهل. فاحنا بنفتح لوحه المفاتيح، نضغط دوسه طويله كده ثانيتين ثلاثه، يحول لي او يدخل لي على الادخال الصوتي. وزي ما انتم شايفين كده نبدا نكتب بسهوله اللي احنا عايزينه من غير ما نكتب بالكيبورد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا لايك وشير للقناه، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة وحلول جديدة لمشاكل اجهزة سامسونج واجهزة الاندرويد بصفة عامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.